اوقات كتير وانت بتربي بنتك بتكوني بتزرعي جواها خوف اكتر من ان هي حماية، وانت يا ماما بتبقي متخيلة ان انت بتحمي بنتك، ودوت بيتم عن طريق ان انت اعملي ده وما تعمليش دوت. ده اللي يتعمل ده مرفوض، وتبقي دايما انت اللي محدده لها خطواتها، وده غلط لان دوت هيطلع شخصية ضعيفة، هيطلع شخصية ما عندهاش ثقة في نفسها، ما عندهاش اي خبرة حياتية تقدر بناء عليها تاخد قرار بعد كده في حياتها. طب ماما لو سمحتي تعملي ايه؟ علمي بدل ما تحاسبي، علمي بدل ما تقعدي انت اللي تقرري. يعني قولي لها اعملي ده عشان كذا وكذا وكذا، ده افضل ليكي عشان كذا وكذا، واديها مساحة تجربة، اديها مساحة انها تغلط. الغلط هو جزء من التعليم، محدش بيتعلم من غير ما يكون في جزء من الغلط. ادي دايما مساحة، احمي وانت من بعيد وخليها هي تجرب. اديها دايما ثقة في نفسها وقولي لها انا واثقة فيكي انك هتقدري تعملي وتقرري وتاخدي القرار، فهتلاقيها بناء عليه هي بترجع وبتكلمك. متهيألي ده افضل من ان انا اسيب بنتي وابقى حطاها تحت مظلة الحماية وانا مطلعاها شخصية ضعيفة، شخصية ما بتعرفش تاخد قرارها، توصل بعد كده لغاية سن الجامعة او وقت ما تبتدي تتزوج وتبقى ام، وتبقى ام ضعيفة، ام مش عارفة تشيل بيت. بالتالي احنا بنشوف نماذج كتيرة من دوت، وفي اي غلطة في حياتها تبتدي ان هي مش عارفة تحلها وتتوتر وتطلع كمان اطفال كلهم شخصيتهم ضعيفة. ماما لو سمحتي علمي بدل ما تخوفي، ازرعي الثقة بدل ما انت اللي تسيطري. وانت مش لوحدك، معاكي نرمين صفوت، وايد في ايد تبقى حياتنا اهدى وربنا معاكم.